ازيكم؟ النهاردة تاني حلقة من حكاية مثل. اتفقنا المرة اللي فاتت هنحكي مثل جديد وهو يعمل من الحبة قبة. في ناس لما تحكي مشكلة تحس انهم لسه راجعين من حرب، ضاعت المفاتيح تبقى كارثة، حد اتأخر عليهم خيانة، سندوتش اتقلب انهيار عصبي. الناس دي مش بتبالغ، دي بتضخم. الناس دي أصل المثل بتاعنا النهاردة، يعمل من الحبة قبة. تعالوا نروح لأصل المثل الشعبي ده من أكتر الأمثال استخداماً. بس تعالوا نرجع شوية ونسأل هو يعني إيه حبة؟ وإيه علاقة الحبة بالقبة؟ الحبة هنا معناها حاجة صغيرة جدا زي شكة الدبوس، خلاف بسيط أو موقف تافه. أما القبة كلنا عارفينها، قبة المسجد أو البناء الضخم المدور اللي بيتشال على أعمدة كتير. المثل ده بيقارن بين حجم المشكلة الحقيقي وبين حجمها بعد ما اتضخمت في خيال حد. يعني باختصار، في ناس أول ما يسمعوا خبر صغير يضيفوا عليه توابل ويكملوا الطبخة بدموع وشك واستنتاجات لحد ما الحبة تبقى قبة. طيب ده بيحصل لينا ازاي؟ الناس اللي بتضخم الأمور مش دايما بتقصد، أحيانا بيكون ده دفاع عن نفسهم أو وسيلة يجذبوا بيها الاهتمام. واحدة بتحس إن جوزها اتأخر تقنع نفسها إنه خاين مش إنه في الزحمة. ليه؟ عشان هي أصلا مش واثقة في حبها لنفسها. حد اتقال له ملاحظة بسيطة في الشغل، يرجع البيت يحس إنه تقلل من كرامته جدا ويدخل في حوار داخلي 3 ساعات عن إنه فاشل. بنت دخلت قاعدة ومحدش سلم عليها بسرعة، تحس إنها منبوذة وإن الكل بيكرهها. وفي الحقيقة المشكلة مش في الناس، المشكلة في العدسة اللي بنبص منها. هل في سبب أعمق؟ طبعا. اللي بيضخم غالباً مش بيصدق اللي حصل، هو بيصدق اللي خايف يحصل. يعني اللي عنده خوف من الهجر هيفتكر كل تأخير خيانة، اللي مش واثق في شكله هيفسر كل نظرة سخرية، اللي شايل جوه إحساس بالذنب هيفتكر كل كلمة اتهام. لو في شخص حساس جدا كل كلمة بتوجعه فبيفسر كل تصرف على إنه إساءة. حد عنده تاريخ من الجروح فلما يسمع حاجة بسيطة يفتكر كل الأوجاع اللي فاتت فيربط ويولع. أو حد عنده حب للدراما، بعض الناس بتتغذى على الانفعالات فلو مفيش مشكلة بتخلقها. أو سوء الفهم، أوقات المشكلة كلها إننا سمعنا غلط أو فهمنا غلط أو نقلنا الكلام من غير ما نراجع نفسنا. إحنا مش بنعمل من الحبة قبة، إحنا بنطلع القبة اللي جوانا ونلبسها على أي حاجة بتحصل. تعالوا ناخد أمثلة واقعية. لو في مرة صاحبك قالك تمام على واتساب من غير ما يبعتلك إيموجي، قلبك يتقبض وفكرت هو زعلان مني ليه؟ لأنك مش مستريح من جواك أصلا. واحدة سمعت مامتها بتقول البنات ما بقوش زي زمان، افتكرت إنها قصدها إنها بنت مش كويسة. واحد اتقال له بلاش تتأخر تاني، حس إن مديره بيكرهه رغم إن المدير قالها بطريقة عادية قوي. وزي كل حلقة قلنا إن كل حلقة فيها رسالة. الحلقة دي بتقدم رسالة. قبل ما نكبر الحاجة الصغيرة نسأل نفسنا سؤال بسيط، هل في خوف جوايا بيخلينا بالغ؟ هل أنا فعلا شايف الواقع ولا شايف انعكاس خوفي منه؟ والأهم، هل لازم أرد على كل حاجة بتوجعني ولا أوقات التجاهل بيبقى حكمة؟ الناس اللي بتضخم الأمور بيتعبوا وبيتعبوا اللي حواليهم. والحل مش إنك تصغر الدنيا، الحل إنك تكبر وعيك بيها. في ختام حلقتنا عايزة أقول لكم مش كل حاجة كبيرة ومش كل حاجة تستاهل قبة. أوقات الحبة لازم تفضل حبة عشان نعرف نعيش ببساطة. استنوني الحلقة الجاية وهنتكلم عن مثل بيقولك باب النجار مخلع، يعني اللي بيصلح للناس غالبا بيته هو اللي محتاج صيانة. كنت معاكم نانا جمال وده بودكاست حكاية مثل. ما تنسوش تتابعوني على فيسبوك ربع ساعة عقل مع نانا جمال أو انستجرام mind1515. لو بتحب تسمع الحلقة على يوتيوب تابعني على حروف مسموعة. أشوفكم على خير، سلام مؤقت.